اتعلمت برمجة واتعلمت لغة جديدة واتعلمت حاجات كتير قوي في حياتك، بس ما اتعلمتش ازاي تحب نفسك، ازاي تعرف تقعد مع نفسك، ازاي تعرف تعيش وتتعامل مع الحياة وانت قاعد مع نفسك وانت عايش حياتك مع نفسك. لان من اهم الحاجات اللي احنا بننسى ان احنا نتعلمها ونعلمها لاطفالنا ان احنا نحب نفسنا، واننا بالناس او من غيرهم انا كويس. لان في الدنيا دي انت ما عندكش اتنين انت متأكد من وجودهم الدائم غير هما اتنين بس، انت وربنا طبعا. وبما ان ربنا الحمد لله انت عارف ان ربنا دايما هيكون معاك ودايما ما بيسيبناش ابدا، فانت لازم تبقى باني علاقة كويسة جدا مع نفسك. لازم تعرف لما يبقى في حد في حياتك وتبقى مبسوط وعندك صحاب وحياتك كويسة انت مبسوط وكويس وتمام، ولما ما يبقاش في حد في حياتك برضه تبقى مبسوط وتمام. انك تحب نفسك دي بتبني من ابسط الاشياء. احنا بنبقى فاكرين ان كل حاجه بتبني لازم تكون تبعياتها كبيره، بس الحقيقه ان لا. قعدتك مع نفسك في اخر اليوم مع كتاب هادي، كوبايه القهوه اللي بتشربها الصبح، او القعده اللذيذه اللي بتقعدها كده وانت قاعد بتسمع حاجه رايقه في اي وقت، الكلام الكويس اللي انت بتقوله لنفسك، انك تبص للمرايه وتحس ان انت مبسوط باللي انت شايفه، مش عشان شكل او لبس او هدوم، علشان انت حابب اللي انت فيه، عشان انت حابب انت مين وبتعمل ايه وحياتك دي معناها ايه وبتحاول تعمل ايه. سيلف لاف جورني او حب النفس، رحلة حب النفس، هي مش شيء بينتهي، هو بيبتدي في لحظة معينة. لازم تبقى عارف ان انت لازم تبتدي تحب نفسك. وعلى فكرة، اللحظة اللي هتكتشف ان انت لازم تبتدي تحب نفسك انت اوريدي حبيت نفسك، انت اوريدي عملت معاهدة سلام، لانك اكتشفت ان لازم يبقى فيه سلام. لان لو مفيش سلام مش هيبقى فيه حاجة، مش هيبقى فيه مكان صالح ان احنا نبني فيه مكان حلو، هيبقى كل حروب ومشاكل وحاجات مش هتخلينا عندنا الفرصة ان احنا نبني اي حاجة كويسة. نفسك هي اهم حاجة في الدنيا. لو مش بتحب نفسك مش هتعرف تدي طاقة ومجهود للناس التانية، لانك لو مش بتحب نفسك هتلاقي نفسك مش قادر تفهم الحب، مش قادر تفهم يعني ايه احب حد ويعني ايه اديله حاجة. لكن لما بتبقى مليان من جوه بتبقى حاسس انك تقدر تدي كتير، لانك مليان من جوه، لانك عارف انك تستاهل، لانك بتحب نفسك، لانك بتقدرها، لانك بتحترمها. انت واحد في الدنيا دي. من اكتر الحاجات اللي لما بفكر فيها بحس ان هي غريبة جدا، اللي هو انا او انت او انتي، انت هيجي من انت جه منك واحد بس اللي هو انت، ولا هيجي ولا جه. الجينات بتاعتك، تفكيرك، عقلك، شكلك بالملي مستحيل يجي تاني. قدرة ربنا ان هو يخلقنا كل واحد فينا ليه كينونته المختلفة وشكله وجيناته وشخصيته، كل حاجة فيك مختلفة. انت تجربتك في الحياة، فانت لما بتقعد تضيعها بانك بتكره نفسك وبتعاند مع نفسك وبتجلد ذاتك، انت بتضيع تجربتك وهي تجربة واحدة. انت مش هتطلع في شجرة بعد كده، انت وخلاص. السنين اللي ربنا كتبها لك هي الوقت بتاعك ومفيش غيرها. لازم تبني علاقة مع نفسك كويسة، لازم تبني علاقة مع نفسك قوية وحلوة. انك لما بتبقى عارف انك تتحب وتستاهل بتلاقي الحياة بتديك كل حاجة انت عايزها، لانك خلاص تحررت من فكرة ان انت بكره نفسي وما بحبنيش ومش عايز اشوفني في المراية. في بوينت لازم تبقى عارف فيها ان انا خلاص انا لازم ابني علاقة مع نفسي. زي ما احنا بنبقى عايزين نبني علاقة مع الناس لازم نبني علاقة مع نفسنا. لازم ابقى عارف انا بكره ايه وبحب ايه، عايز ايه ومش عايز ايه، عايز احط مجهودي فين، ايه الحتت اللي بحب اروحها وما بحبش اروحها، ايه الاماكن اللي بتاخد مني وقت وبتاخد مني مش وقت ولكن بتاخد مني مجهود وطاقة وبتخليني حاسس ان انا مفيش، محبط، تعبان. او الناس لما بنحب حد بنبقى عارفين هو بيحب ايه، وبنبقى عارفين ايه اللي بيضايقه وايه اللي ما بيضايقهوش، بنفكر في ايه اللي يعجبه وايه اللي ما يعجبوش. اعمل نفس الحاجة مع نفسك. هل لو انا عملت ده نفسي هتبقى مبسوطة مني؟ هل لو انا حطيت نفسي في الموقف المحرج او رخصت نفسي بالطريقة دي لأي حد في الدنيا، هل نفسي هتبقى مبسوطة مني؟ هل لو انا عملت الحاجة دي وضيعت الحلم ده من ايدي هل هعرف ابص لنفسي في المراية بالليل؟ ومن اهم النصايح اللي لازم تبقى عارفها عشان تبني علاقة مع نفسك كويسة هو انك تقرب من ربنا.
لانك طول ما انت بتقرب من ربنا بتعرف ان ربنا خلقك انت، وخلق روحك، ونفخ في روحك انت مخصوص عشان يعملك، عشان يكونك. فبتحس قد ايه انت غالي وقد ايه انت مهم. في لحظة ممكن تحس انك ملكش اي قيمة عند اي حد، لو بس حسيت ان انت قيمتك عند ربنا غالية قوي قوي قوي، هتحس ان انت بتحب نفسك قوي، لان حاسس انك غالي وانك حاجة تستاهل، لان ربنا ذات نفسه حط المجهود والطاقة انه ينفخ فيك ويكونك، انه يجيبك الدنيا دي. انت لو شفت possibility انك تيجي الحياة دي قد ايه، هتلاقي ان هي رقم اصغر مما يمكن ان تتخيل، لان انا مش فاكراه، لان هو كان رقم طفيف جدا. ان انت تبقى انت الجنين اللي هيطلع، ان انت ان ربنا يختارك وان انت تبقى انت الجنين اللي هيطلع، دي قليلة جدا. فده معناه ان انت ربنا اداك فرصة انك تبني حياة، تبني حاجة، تعمل حاجة تكون مبسوط بيها وفخور بيها. ولازم تبقى عارف ان انت امانة، ربنا اداك لنفسك امانة. اهتم بنفسك، واهتم بشكلك، واهتم بروحك، واهتم بعقلك. اهتمي بكل حاجة في حياتك، واهتم بكل حاجة في حياتك. كل حاجة في حياتك لازم تكون أولوية عندك. مش كل حاجة في حياتك لازم تكون أولوية، ولكن لازم تبقى دايما عندك هدف ان انت عايز تحسن. لان احنا لما بنحب حد قوي، عامل نفسك دايما على انك طفل صغير، ابنك. لو انت فعلا اب عاقل او ام عاقله ومنتلي ستيبل وبتحبوا عيالكم بجد، هتبقوا عايزين لهم احسن حاجه، هتجيب لهم اغلى حاجه. مش اغلى حاجه في الثمن، اغلى حاجه في المعنى. هتدوهم الوقت والاهتمام. مش لما يغلطوا على طول هتقوم مديهم بالقلم، لا، هتكلمهم وتفهمهم وتعقلهم. ولازم كمان تعرف ان كل تجربه عدت عليك هي تجربه، وكان لازم تبقى موجوده عشان تتعلم منها حاجه. كان لازم الحاجة دي تحصل عشان انت تتعلم حاجة معينة، فبالتالي تكبر، فبالتالي تعقل، فبالتالي يبقى عندك خبرة. وبعد كده توصل لمرحلة معينة من ان انت خلاص، انا بقيت فاهم ده بيعمل ايه وده ما بيعملش ايه، ده حلو وده وحش، خلاص. حبوا نفسكم، عشان نفسكم هي اغلى حاجة في حياتكم. هي الحاجة اللي انتوا بتقعدوا معاها 24 ساعة. هي الحاجة الوحيدة اللي انتوا ما ينفعش تهربوا منها ابدا. عمرك ما هتقدر تهرب من نفسك. عمرك ما هتقدر ان انت تروح حتة تانية غير اللي انت موجود فيها. لانك لو هربت من نفسك وهربت من عقلك، يبقى انت عملت حاجة من الاتنين: يا اما انت شربت مخدرات، يا اما مت. والاتنين مش اللي احنا عايزينهم. انت ممكن تهرب من اي مكان، ممكن تمشي من اي علاقة، ممكن تمشي من اي بلد ومن اي عيلة، بس عمرك في حياتك ما هتقدر تهرب من هنا لو ما صلحتش اللي هنا، وما قعدتش وركزت وحللت ليه هنا مش كويس، وليه هنا مش شايفني حلو، وليه هنا دايما بنتخانق مع بعض. هتعيش عمرك كله حاسس انك محبوس في قفص كله كلاب نفسها تعضك بس مش عارفة.